اكشن. مين اللي هيبدا؟ هتخليها احنا الاثنين مع بعض. انتوا مع بعض على طول اصلا. كنت سالتكم السنه اللي فاتت عن احساسكم بعد اعدادي، فدلوقتي انتوا دخلتوا الاقسام وعدى سنتين من اول ما دخلتوا الكليه، فايه احساسك بقى بعد السنتين؟ طب نخليها الاول. احساسي بعد اعدادي، كنت داخله الكليه اي نعم حاسه ان انا ممكن اندمج فيها شويه، بس مش حاسه بالانتماء فيها. احساسي ان انا دخلت المكان اللي لايق عليا، يعني في هنا فعلا حاجه مختلفه عن قبل كده. كليه قمر جميله كل حاجه. وصلت الحلم اللي انا كان نفسي فيه بقالي كتير. الموضوع كان صعب شويه. حسيت ان انا بنتمي للكليه فعلا، حبيتها حتى لو بنسبه بسيطه، بس حسيت الى حد ما ان تمام ده مكاني يعني شويه. يعني لو شفت الشغل ده قبل ما ادخل الكليه مش هصدق ان انا هعمله. دلوقتي بقيت حاسه لا ان انا فعلا ده مكاني، يعني على قناعه تامه. يعني ضمن الحاجات اللي انا كان نفسي فيها تبقى في الكليه ان انا يبقى عندي شله حلوه، فالحمد لله عندي شله حلوه جدا. انت قلت كام سنه معلش؟ سنتين، دي ثاني سنه بقى. الحمد لله يا رب يا رب هانت. اول سنه كنت حاسه ان انا متلخبطه قوي، يعني مش حاسه ان ده لسه مكاني، والناس عموما اللي حواليا ما كنتش واخده على الجو قد كده، كنت اخده جنب. يعني السنه الثانيه حاسه ان هي كانت مختلفه عن السنه الاولانيه، وحاسه ان انا اتمرمطت فيها اكتر، بس لسه برضو الاحساس اللي انا كنت حسيته في الاول ان انا ده مكاني وان انا مبسوطه في المكان ده يعني لسه الاحساس ده مكمل معايا. حاسه ان السنه دي ان انا دخلت في الكليه قوي، ما بين صحابي ما بين كل حاجه، بقى تعلقي بالكليه حاجه كده مثلا ما اقدرش ان انا اعدي اسبوع من غير ما اجي المكان ده. بغض النظر عن التعب وكده اللي احنا بنشوفه، مش فاكره حاجه غير ان انا طلعت بصحاب حلوين قوي، يعني طلعت صحاب كتير قوي وكلهم كويسين، يعني مش حاسه من ناحيتهم اي احساس مش صادق او كده، اللي هو حاساهم كلهم اي حاجه بيقدموها ليا ده طالع من جواهم بجد. احساس حلو بصراحه، احساس حلو قوي، يعني ما كنتش متوقع ان انا لما ادخل الكليه كنت هبقى مبسوط كده. وكمان لما دخلت تصميم صناعي حسيت بجد ان هو لا الحوار حلو قوي، يعني حسيت ان انا دخلت في حاجه انا بحبها بجد. والله احساس حلو، يعني حاسه ان انا كده شوف بيقرب ازاي. ما تخافيش، مالكيش دعوه بيا يعني. طيب بص، هو انا مبدئيا مش حاسس ان عدى سنتين خالص، يعني انا متفاجئ ان ما عادش حاجه. عايز اقعد اكتر من كده بصراحه، بس اقعدهم عادي مش هسقط مثلا او فاكر لما قلت لك ان انا بدات احس بالانتماء، وان انا اتمنى ان الشعور ده يكون جوايا فعلا، ما اكونش انا اللي بخلقه، او يعني يتخلق جوايا فعلا. فاكر هي كانت فترة يعني أنا كنت راضية جدا على الكلية، مع إن ما كانتش هي اختياري الأول، فكنت راضية جدا، بقيت حاسة إن هو ده مكاني، يعني ما كانش ينفع أكون في مكان تاني، حتى المكان اللي أنا أصلا كنت عاوزاه قبل كده. فكان إحساس بالرضا أيا كان إيه القسم، رغم إن كان مثلا في كم قسم في دماغي، وفي الآخر يعني ربنا مهد لي الطريق لقسم معين دخلت اللي هو قسم نحت. أنا بحب الكلية قوي ومبسوطة ان انا دخلتها، دي طبعا نعمه كبيره قوي يعني، وحاجه حلوه قوي، يعني ربنا شايف ان انا كنت استحقها. يعني طلعت برضو طلعت بحاول اخلقه، يعني مش عايزه اكون سلبيه، بس يعني انا انتمائي دلوقتي مش مرتبط عشان انا بحب القسم اللي انا دخلته او كده. انتمائي حاليا للكليه بالناس اللي انا اتعرفت عليهم. والله ما عدتش عارفه احدد اذا كنت مبسوط ولا لا. الترم الاول السنه دي كنت حاسس ان انا يعني عامل شغل حلو، حاسس ان انا راضي عن النتيجه اللي طلعت في الترم الاول. كنت مبسوط بشغلي وفخور ان انا عامل الحاجات دي. كونت اصحاب يعني نفس الافكار، مثلا ناس انا مش ببذل مجهود عشان اشرح نفسي ليهم. دي حاجه هي اللي بتريحني اصلا، او بتحسسني ان انا عايزه اجي الكليه عشان اقابلهم وكده، لان انا بتكلم معاهم وبنتناقش وكده. لكن كدراسيا او كده، فانا عشان اكون صادقه يعني لسه ما وصلتش للنقطه اللي اقول فيها انا في القسم اللي انا بتاعي بقى، بعيدا عن الكليه وشغل الكليه والقسم وكل حاجه. القسم متبهدله فيه اكتر من السنه اللي فاتت، بس مش حاسه ان انا هكون في مكان تاني غير المكان ده. يعني لقيت نفسي فيه ولقيت الحاجه اللي انا بحبها. هي لا والله انا حاسه ان لا، الكليه بالنسبه لي عشان كنت عايزه ادخلها ما زالت بالنسبه لي حلوه، يعني مش حاسه ان انا مثلا ندمانه على القرار ده او كده. الجو العام فيها عامه حلو فعلا. جو الكليه اكتر حاجه بتهون عليا اليوم
وممكن اكون مخنوقه فانزل بس الكليه عشان اشوف صحابي والف كده في الكليه واشوف الجو اللي فيها. حقيقي بيغير كل حاجه وبحس ان انا كده يعجبني حتى لو انا مش فاهمه الشغل اللي انا بعمله ان هو حلو بيطلع حاجه في الاخر يعني. الترم ده حاسس ان هو متكروت رمضان وكده، مش حاسس ان انا مطلع شغل كتير للكليه، لكن حاولت اشتغل بقى بره الكليه حاجات احس ان انا عملت انتاج السنه دي او الترم ده. بس عامه انا مش متضايق في الكليه او في دمياط عموما، برضه لسه ثابت على كلام السنه اللي فاتت ان انا شايف ان دي الكليه المناسبه ليا وان ده القسم المناسب ليا اللي اختاره لي، مش انا اللي اخترته خالص. ولكن احساسي بعد السنتين في الكليه ان انا نفس الحوار برضه. ما هو يعني في الاول انا كنت مبسوط ان انا دخلت القسم عادي وانا اللي كنت مختار القسم، لقيته تقيل فشخ. بس بدات افهم بقى يعني في الناس اللي انا كنت فاكر ان انا هشتغل معاها كويس مش هي دي اللي هشتغل معاها، وفي ناس تانية كنت فاكر ان انا مش هعرف اشتغل معاها لقيت ان دول فعلا هم كويسين اللي بيفيدوني في القسم. فاهم؟ والله هو اصلا في البدايه يعني انا كنت داخل الكليه وما كنتش مقتنع قوي لاسباب معينه يعني. بعد ما دخلت القسم وقعدت سنه في الكليه وقعدت سنه في القسم يعني، فعرفت الحمد لله ان ده مكاني يعني. هو من الاول اصلا انا ما كنتش متوقع ان انا هدخل الكليه دي، ان انا ما بحبش الرسم اصلا، عمري في حياتي كنت بعرف ارسم، عمري ما كنت مهتم بالرسم. بعدين لما نتيجه الثانويه عامه بانت فما لقيتش قدامي غيرها، ما كنتش اصلا اخد بالي من الكليه مع انها من دمياط، ما كنتش اخد بالي منها يعني. كل واحد بيروح المكان اللي هو مش هينفع غير فيه، حتى بالنسبه للدراسه والجو وكل حاجه. هو انا ما كانش ينفع ادخل المكان ده. عامه الجو العام بالنسبه لي حلو، يا بس لو يشيلوا النظر كده عارف انت لو يشيلوا النظر الدنيا هتبقى فل والله العظيم. بس هو النظر اللي جايبنا ورا يلا بقى مش مشكله. الاصحاب هنا هم الفنانين كده. الفنانين كده خد بالك. فجو الكليه بجد مش عارفه انا ممكن امشي منها ازاي او لكن مبسوطة جدا يعني، رغم ان الايام دي مش احسن حاجة خالص، بس وجودي هنا مهون عليا كتير. صحابي انتوا كلكم كده بعكس اللي قبل كده يعني. كانوا كويسين برضو والله وكل حاجة، بس ممكن حصل حاجة مش اللي انا متخيلها او ان انا مستنياها من اللي قدامي. بس فاللي معايا دلوقتي فاهمين ده وكمان متقبليني حتى لو كان فيها عيوب او كده. ممكن ما اكونش عارفاها وممكن اكون عارفاها وهم متقبليني زي ما انا حاباهم. بس اقدر اقول انه المكان اللي لقيت فيه الناس اللي شبهي او الناس اللي افكارهم بتعبر عن نفس افكاري او كده، يعني اقدر اقول ان وده ساعدني في حاجات كتير. يعني كل حاجة فيها سلبيات وإيجابيات وكده، وكانت الإيجابيات بتاعتي في الناس لسه ما لقيتهاش في كدراسة يعني. حاسس بحاجات كتير حلوة بصراحة يعني. أنا اتغير في حياتي حاجات كتير، حققت حاجات كتير كنت عايزها، قابلت ناس حبيتهم، قابلت ناس بقوا من أهم الناس في حياتي بجد. الناس مش عارف بعد ما أخلص مش هنبقى مع بعض ازاي. أنا بفكر في الحاجات دي من دلوقتي مع إني يعني المفروض أعيش اللحظة بقى وبتاع، بس بفكر في الحاجات دي من دلوقتي. حياة جديدة وفي يعني اتعودت عليها، حبيتها، مش مستوعب حياتي من غيرها لسه. انا كده هاخد يعني التجربة نفسها مستمرة ولا بتتطور ولا؟ اكيد يعني حاسه ان انا اختلفت شويه يعني في مستوايا مثلا اللي انا كنت ماشيه بيه عن اعدادي عن الترم ده. اكيد اتطورت يعني، ده طبيعي. وحاسه برضو ان انا اللي هو لسه خايف، مش عارف هل همشي فيها مش همشي فيها، الدنيا نظامها ايه مش عارف. فبعدين لقيت الدنيا لطيفه، وكمان حسيت الحوار بقى احلى لما دخلت القسم. يعني بعد ما انا كنا سالنا السؤال ده قبل ما ادخل القسم، فانا لما دخلت بقى انا القسم فانا حاسه برضو ان انا دخلت القسم اللي انا كنت عايزاه برضو. فاهم؟ انا كنت المفروض عايز اعلان بس الحمد لله ان هو ما جاليش يعني. فجالس فنون صناعي، فبصراحه لا حبيت القسم جدا وحبيت الناس اللي فيه، حبيت الدكاتره. بغض النظر هو متعب قوي، مكلف شويتين 3-15 بس لا يعني حبيت الحوار جدا يعني. وشغل القسم نفسه بقى بدأت افهم ان في حاجات ملهاش اهمية قوي زي ما في حاجات تانية ليها اهمية المفروض اركز عليها. فاهم؟ وخدت بقى
الاكسبيرينسز المفروض غير المنهج نفسه مثلا. يعني الكليه في القسم عندي لقيت ان في حاجات مفيده ممكن اشتغل بيها بره اصلا، في حاجات فادتني في شغل هنا بره اصلا، فاهم؟ فلسه نفس الحوار، لسه حابب الكليه ولسه حابب الناس اللي فيها وكل حاجه تمام. وبرده هو نفس الاحساس بالرضا، وان ما كانش ينفع اكون في مكان تاني. في الاول في الاخر ربنا بيمهد لك الطريق، بيوديك المكان اللي هو فعلا مناسب ليك، مهما انت كان اختيارك ايه او مخطط لايه وحاطط بقى بلانز لحاجات معينه في دماغك، في الاخر تتفاجئ ان اصلا ما حصلش اي حاجه من دي. في الاخر برضو بترضى، لان انت اتضح ان انت اصلا ما كانش ينفع تكون في مكان تاني غير ده بس. يعني حكمة ربنا دايما بتظهر في كل حاجة، حتى لو انت في الاول مش راضي، بعدين لا بتحس بمنتهى الرضا وتحس ان فعلا ما كانش ينفع اكون في مكان تاني غير ده. يعني اختيار ربنا دايما بيكون هو الاحسن. انا الحمد لله راضيه ومبسوطه. الواحد بيبوظ الدنيا والتاسكات بتبوظ بعد ما يتعب فيها الدنيا بتبوظ خالص، ولكن في الاخر نبص على في الاخر ان انا الحمد لله ان انا دخلت الكليه دي، مش شايفه نفسي في اي حته تانية خالص. يعني هو انا شايف ان اصلا الموضوع بيتحكم عليه او بنفسره او بنحلله على اساس التجربه كامله بالناس بالمكان بالدراسه بكل حاجه بالظبط. ففي حاجه بتشيل حاجه، وفي اوقات تاني ممكن يبقى العكس. يعني ممكن يجي وقت تلاقي ان انت حابه جدا الدراسه مثلا او الاتجاه ده، والناس بدات تحس ان هم مش اقرب حاجه ليكي بالظبط. ده حصل معايا على مدار السنين كلها لحد ما وصلت لاخر سنه. دلوقتي انا حاسس ان كل حاجه يعني موزونه مظبوطه. يعني الناس بالدراسه بالمكان بكل حاجه، بقى كل حاجه عامله نسبه كله على بعضه عامل 100%. يعني ودي النتيجة الطبيعية اللي أنا مستنياها. يعني هي الفكرة بس إن أنا شخص مستعجل أو شخص عايز يشوف ده دلوقتي، إن أنا أكون عندي توازن في الدراسة مع العلاقات، اللي هو طول ما في حاجة ناقصة فأنا مش مرتاحة أو كده. بس حسيت بجو مختلف شوية عن بره عامة. الجو هنا في تطبيقية روحه حلوة، يعني ترتاح كده في القعدة مع فاهم. يعني راضي عن الحمد لله بس كده. بقى حاسة بس بمنتهى الرضا، ما كانش ينفع اكون في مكان تاني. اتعلمت حاجات كتير قوي. انا كنت داخله الكليه مثلا ما اعرفش حاجه اسمها ازميل، ما اعرفش حاجه ايه كماشه وايه بنصور حاجات، عمري ما مسكت الحاجات دي. بقيت بتعامل وبعجن جبس وبصب وبولستر وحاجات غريبه كده، فعملت اشياء يعني عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انا اعملها اصلا. ما كنتش عارفه ان الحاجات دي موجوده. يعني انا اول ترم في القسم ده حاسه ان انا في عالم تاني. لو كنت ماشيه ايه ده، انتوا بتعملوا ايه؟ ناس ماشيه بالطين، ناس البولستر واقع على الارض، حاجات غريبه كده بتحصل. بس يعني فرحانه مستمتعه قوي بالتجربه دي. بس مش عايزة أحس إن أنا حطيت نفسي في زون تحسسني بالفشل. يعني زي ما أنا جانب العلاقات لقيته حلو، عايزة قدام يعني ألاقي جانب برضو الدراسة شغال وماشي معايا، وإن أنا لقيت نفسي وكده. لسه في سنين، يعني لسه في سنين وجايين تاني، والسنة الجاية أقول لكم إحساسي. والسنة مطولة يعني أتمنى أجي، يعني أتمنى أجي أنا ماشي. بس وجسوت يا جماعه، انا دخلت في المسرح والشله الصغننه اللي انا كنت مبسوطه بيها بقت كده دخلت شله تانية على شله تانية، بقينا شله كبيره خالص وايه بس كده. فبس فالحمد لله. يعني الحمد لله في حاجات وحشه كتير بس الحمد لله. سيبكوا بقى يا ولادي، يلا عايزين حاجه بس كده.